معكم مناجر مطار فرجة قريقة من الجزائر، بالضبط من الشرق من ولاية تيجة. مناجر روبي في شركة أربية. ربة بيت. مجال الأملام عصامية من الصفر، يعني لم يكن لي أي خبرة في هذا المجال. الحمد لله انضمامي إلى الشركة كان في 2021 مارس بعد افتتاحها، وأنا الآن من الخمسة الأوائل في الشركة، وهذا أعتز به وأطمح أن أكون الأول إن شاء الله. شاب أدبي من الجزائر من الوسط. يعني كما قالت نفس يعني خبرة معدومة قبل. أربية كانت بالنسبة لي أسهل مكان، وعصامية يعني من الصفر. دبلوم تجارة فقط، ماكثة في البيت، أم ل5 أولاد. الحمد لله في أوت بدأت العمل تاعي. الآن أنا مناجر روبي من الخمسة الأوائل. يعني أصبحت سيد أعمال بفضل طموحي، بفضل أربية، وسعيدة أني موجودة معكم. رحمة منياوي، مديرة ياقوت في شركة أربية. عندي 12 سنة في مجال تسويق متعدد المستويات. اختياري للشركة ما كانش بصفة اعتباطية، يعني كان تفكير. شفت ما شاء الله، ديما نقولوا احنا كإنسان يكون مسوق لازم يكون مع شركة تكون هو وياه عنده نفس الرؤية، نفس الطموحات، وتنجم تحس في بعض الأحيان حسيت أنه أربية هي نفسي، هي شخصي، وحب العطاء ما شاء الله. يعني شفناه البارح بزخ يعني كبير، كحس انه ماهيش كما يقولوا شركه اني طالعه الفوق وتغزل غير يعني الناس اللي الفوق، لا، معانا الناس الكل، عامه الناس. هو هذا الطابع نتاع الخدمه نتاعنا، ان الناس الكل. شاهد عصمت، مدير انماس حاليا من 2017، مقيم في الجزائر. الشركه هذه حقنا فيها نجاحات كبيره. كنت على مستوى العالم المرتبة الثانية 2022 2023، وإن شاء الله الآن نطمح إن شاء الله باش نكونوا ديما. الهدف مش باش نكون الأول، الهدف نكونوا من الأوائل إن شاء الله. حقيقة 2021 من بعد نجم نقولوا 8 سنوات من النجاحات وكل شيء، ثبت في الشركة، عملت عليها ستادي، شفت المنتجات نتاعها، جبت المنتجات، والحقيقة وقتها قررنا أنا وزوجتي قلنا نبتدي من الصفر. شوفكم الحق المشروع هذايا في أشخاص ممكن لما يدخلوا في الاول ما يعرفوش القيمه نتاعو، ما يعرفوش الامتيازات اللي فيه. اما فما مستويات لما تلحقهم مع الشركه بتكون متاكد 100% اللي هو احسن مشروع. هذا نجم نقول لكم يعني 13 سنه تجربه في الميدان هذايا، حاليا احسن مشروع في افريقيا، وباذن الله مع بعض في العالم. نحن ناشئ من ولايه عنابه، مجالي كومبليتمون تبدلت معكم من نهار هذاك، انه شفت حاجه جديده باللي كاينه حاجه في الحياه اسمها مشاريع شخصيه، ويحققوا ارباح ثاني، نون سيلمون ارباح ماليه، ارباح من خلال السفرات، من خلال انهم يكونوا ايضا رجال اعمال وسيدات اعمال بحد ذاتهم. بعد الكونسيبت اللي فريمون تبدل، خصوصا شخصيا من بين الاسباب اللي خلتني ندخل في اربيا، انه البرو ماركتينغ يحافظ على الشركاء، يخليك انك غير مش المانجر اللي يربح، حتى الشركاء الصغار هذوك اللي يبداوا من شهرهم الاول يقدروا يربحوا. وكل الوسائل اللي مدتهم لنا اربيا خلتنا انه كل عام نتميزوا باذن الله مع القاده الموجودين هنايا من الجزائر، من تونس، ومن كل البلدان، من الخليج، من عمان، من السعوديه، من الامارات، حتى من غرب افريقيا. جيت أربية كنت طالبة جامعية. في مدة 3 شهور درت رتبة مانجر، وفي مدة 6 شهور درت رتبة مانجر أرجون، أول مانجر أرجون في الجزائر في 2019 قبل ما تبدا الشركة في الجزائر. آمنت بوعد الفونداتور تاعنا كي قالنا أربية باش تكون موجودة في الجزائر، والحمد لله اليوم راهي موجودة بقوة. نفتخر اني ننتمي في هذه الشركه، والحمد لله اليوم جو سوي بارمي لي توب 5 تاع لا سوسيتي، وان شاء الله النجاحات اخرى، ونتمنى لكم كامل النجاح. هذه المره نعيشوا اكسبيرينس، يعني تجربه جديده، ثقافات، ويعني برشا حاجات نحسها انا وكانها عملت موفمنت في الشركه. احنا اليوم نعيشوا في مومنتوم كبير بالنسبه للبراند اللي احنا فيها، والحمد لله. انا لما فتحت عيني على هذا المجال بديت مع شركه اربيا. يعني لما دخلت للشركه لا جذبني لا منتج لا خطه تسويقيه، خاطر ما كنتش نفهم الشيء هذايا. اللي جذبني واللي يعني يعمل لي انسبيريشن هو الصادق، الحقيقه.
يعني بالنسبه لي انا كان اكبر كليك هو الصادق، يعني بالفيجن نتاعو بشوي باش الحقيقه امنت بالشركه، بديت نفهم ما معنى خطه تسويقيه، بديت نفهم ما معنى استغلال المنتج، بديت نفهم مش معناها ادفرتايزنج. بديت في ظرف سنتين اتحصل على رتبه جولد، وقتها نحقق اول سياره يعني في حياتي، شريت وقتها سياره. بعدين سفاير في 4 سنوات ونصف، والفيجن راهي ما زالت كبيره، ماهيش فقط رانكات ولا فقط يعني رتب. يحيوي من الجزائر، مقيمه في الامارات منذ 14 سنه. قبل ما تدخل الامارات سمعت المنتجات نتاعها. ماما واختي هي الابلاين نتاعي، حملت تحدي. واش الهدف؟ قالت لي المانجر. سبحان الله ما عندي لا خبره في الاملم ولا خبره في ما عندي لا فيسبوك. دخلت مع المانجر بتاعي، واختي كانت جونيور اللي دخلتني. فسبحان الله بدات وقبلت التحدي. الله يجزيها الخير، المانجر بتاعي قالت لي، قلت لها اعطيني وش نعمل، مطلوب منك كذا 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 كذا. وبعدين بدات الحمد لله رب العالمين. كانت بالضبط كان شهرين، اقل من شهرين وصلت للمانجر. تكون هذه البدايه، وباول اجتماع راني فرحانه بزاف، مع ما شاء الله خبرات رائعه. كثير مبسوطه بالطاقه الايجابيه اللي عمالكم تنشروها لنا، خاصه احنا نعتبر استجداد في الميدان. طلع على خطه الدخل، وجدت انها يعني ما فيني احكي عنها سو ايزي عشان اقلل من قيمتها، لا، هي مقارنة باللي أنا عشته بالأيام الصعبة، بالحوافز جدا صعبة تحقيقها، يهمني كم في فلوس بالموضوع، وكم أنا بيكون إلي دور إني أثر على الآخرين بحيث إني أستقطبهم صح وأبني صح وبكل أمانة وشرف، وأساعدهم إنهم هم كمان يعملوا مستوى عالي من الأهداف المالية. وخطة الدخل مع أرفيا عم تعطتنا هيك سعة في الأفق، إنه فعلا إحنا ممكن، مش أنا بحكيش عن نفسي، أنا بحكي عن فريق عمل كامل الحمد لله رب العالمين بأكثر من دول الشرق الأوسط معانا، إن نوصل جميعا إلى المرحلة اللي وصلها محمد مثلا، اللي هي ليه ما نجيب سيارة. دخلت شفت الشركة، نظام الترقيات، ونفس الشيء اللي عجبني في الشركة أكثر حاجة البروجكت، الفيدباك من الزبائن. لكن في أرفيا اللي عجبني إنه ممكن إني أنا أضمن المنتج للزبائن، يعني إذا أعطيت كلمة خلاص أعرف إنه الزبون راح يرجع لي مرة ثانية. بعد ما دخلت وشفت المنتجات، شفت سهولة الترقيات للأعضاء، يعني بإمكان أي شريك يدخل يستفيد على طول. الحمد لله يعني توفقنا في كثير جوانب، منها جودة فعالية المنتج، منها أن الشركة عربية، هذا الشيء احنا نفتخر فيه، وأنها شركة غير داعمة. فنقلنا الفكرة والحمد لله رب العالمين. خلال شهر ونص تقريبا أنا وصلت على المانجر، الشهر الثالث أنا سيلفر، الشهر الخامس وصلت على روبي مانجر. ترقيت مانجر خلال 3 شهور. الشيء اللي خلاني يعني أكون واثقة جدا في الشركة حضور السيد صادق في مسقط. حقيقة يعني أنا كنت ممتنة يعني لأني حضرت، حسيت السيد صادق عنده هدف، عنده حلم يعني، وهو قال هالكلام، فأنا آمنت بهالشيء يعني. حبيت جدا تواضع السيد صادق، فشكرا يعني شكرا لكم. الشركة في نهاية 2023 حققت مدير خلال شهرين. شكرا أرفيا، شكرا لمن قدم لي الدعوة، شكرا للفريق الرائع. حضرت للجزائر واحتفاء كبير وحب كثير تلقينا بالأمس واليوم ما شاء الله. وصلت للمتجر خلال شهر ونص ما شاء الله. أرفيا جذبتني بمنتجاتها بالأول بصراحة، هرت بالمنتجات يعني اللي أعطاني قوة. المنتجات انتشرت بقوة، الفريق كان ممتن جدا للمنتجات، للعمل، سهولة العمل، يعني ما بدك سهولة ولكن كنا بقوة واحدة، الفريق كان متماسك وحب. يعني ما أعرف كيف صار هذا الحب مع أرفيا، في سر هناك أكيد. أستاذ صادق، أستاذة منى، يعني خلونا نحب أرفيا أكثر ونعمل فيها أكثر، والحمد لله يعني في مدة قصيرة شفنا حب كبير، وما زال احنا نقدم ونوصل إن شاء الله، نوصل مثل محمد للسفاير وللسيارة إن شاء الله يا رب، الفريق كله يا رب. على الاجتماع الجميل بين ثلة من القادة والناجحين. أول شيء حاب أعرف بنفسي، معكم أخوكم بدر رمضان.
من المملكة العربية السعودية. الحمد لله يعني بعد اللقاء الأول مع السيد صادق قال لي بدر احنا جايينك السعودية فخليكم جاهزين، وهذا يعني بحد ذاته أعطانا ثقة كبيرة إنه احنا يعني الوصول أو التحدث مع الأونر تبع الشركة هذا بحد ذاته يعني بصراحة أنا أعتبره تواضع واهتمام من الإدارة بشكل كبير. حتى المنتجات روعة جدا يعني ممتازة جدا، أنا يعني عجبني تنوع المنتجات وإنه الناس بصراحة حبت التنوع هذا بحد ذاته خلق لنا يعني جو جميل في وتنوع يعني متميز في عملية اللي هو كيف نشر المنتج، وإن شاء الله القادم أفضل. وصلنا طبعا لرتبة مانجر الحمد لله، وبإذن الله الطموح أعلى وأعلى من ذلك بكثير. شموع في هذه القاعة يعني للأمانة معكم رحيم حاني. طبعا ينتقل شخص من استشارة أسرية إلى شخص مسوق، هذه نقلة غريبة جدا. فللأمانة صراحة أنا أول شيء أشكر من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. أشكر أستاذ صادق، أشكر أستاذ خالد، وأشكر يعني أخي وابن خالتي أستاذ بدر. أنا أرى أن الأستاذ صادق عنده حلم، وانتقل الحلم هذا من دولة إلى دولة إلى أن وصل عندنا هنا في السعودية، هناك في السعودية. فلامس حلمه أحلامنا فتشاركنا معه. يعطيكم العافية ما شاء الله، تجلس مع قادة كبار ونجوم ما شاء الله متميزين في أرضيا، يعطيك طاقة إيجابية كبيرة ويعطيك نظرة أنك أنت في الطريق الصحيح. القوة الحقيقية للانطلاق معنا في أرضيا، وهذا اللي يعطيك الثقة الكبيرة جدا. هنا احنا بنقول إنه الأشخاص أنت لما تثق في الشخص بعول عليك شيء كبير، وبيعطيك إنه أنت بيخليك حافز وطاقة إيجابية عالية جدا إنك تنطلق. الحمد لله بدأنا وصلنا لرتبة مانجر، ونقول إحنا الآن يوم حضرنا الإيفنت شفنا ما شاء الله السيد صادق والمجموعة دول أعطاك بلا شك طاقة إيجابية عالية إنك تنطلق. الآن نقول بدأت الانطلاقة الحقيقية إن شاء الله في السعودية. Jackson, salut tout le monde d'abord. Au contraire, toujours, avait fait en sorte qu'on avance. Même notre prime. Dès que le 15, tu vois que tu as eu la lettre. Donc, tout ça, c'est quand on monte à notre fille, ça donne le courage à faire ce que je n'ai jamais vu en fait. Moi, personnellement, j'ai vu qu'AVR est venu nous aider. Puisque, et puis, il y a aussi ce qu'il y a vu concernant les 7 is. Parce que moi, j'aime beaucoup des compléments alimentaires. Mais il y a certains produits que j'ai vus hier, j'ai vu qu'avec ça, là, chiffre d'affaires d'AVR, tous les membres qui sont découragés, ils vont venir. Cette entreprise a changé la personne que je suis. Je suis une personne timide. J'ai honte de me présenter devant les gens, j'ai honte de parler. Avant, je ne peux pas parler devant vous. Je me tiens devant vous, je suis en train de tenir un discours pour dire que AVR a changé ma vie. Sur le plan financier, oui, mais sur le plan social, ce qui est le plus important dans la vie d'une personne. Parce que je suis d'une autre culture, je suis arrivé et j'ai été accueilli par une famille. Vous voyez, des dames qui sont quittées à Oran, partout en Tunisie, et qui m'ont pris en triomphe comme une reine. J'en ai même la chair de poule. Moi aussi. Parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre. Ziloun Abdoulaye, c'est mon nom. Donc moi, je ne savais pas que pour adhérer à RVA, c'est juste 16 000 francs. 80 AC. Et quand Marwa m'a dit c'est 20 000 francs, 16 000 francs, mais là, j'ai dit vraiment ça, je pouvais changer la vie de tous les Nigériens. Donc, c'est avec ça j'ai eu mon déclic, le coût d'adhésion qui est accessible en fait. Donc, j'ai pensé vraiment à rejoindre cette opportunité. J'ai fait ma première commande. Quand les produits sont arrivés, je constatais que les produits sont de très bonne qualité et les prix aussi, c'est vraiment un prix abordable. Abandonné, donc ils ont saisi l'opportunité et c'est avec eux je suis bâti une équipe. J'ai parti en Côte d'Ivoire, j'ai découvert les sièges, j'ai fait beaucoup de connaissances. Après encore, j'ai développé une équipe au Burkina Faso et je pense que c'est grâce à cette équipe que je suis là aujourd'hui et je commence vraiment à franchir, c'est-à-dire à réaliser mes attentes aujourd'hui avec RVA. أنا حاسة بوزيتيف، هذه ما هيش نيجاتيف أبدا، إنه تحدي كبير وهذا الشيء معناه إنه هذه شركة ناجحة. قبولك بدخولك إلى هذه الشركة رغم تشبثك السابق إنك ما رافضها، في شيء جذبك، منتج، خطة العمل، كل، فهذه نقطة إيجابية. شخص، أي شيء، لما حكاني كل شيء شفت فما رؤية،
في الحياه اذا ما عندكش رؤيه فيجن ما فيك تنجح. يعني اليوم انتم في ارفيا اذا ما عندكش رؤيتك وين تحب توصل، فنقول لك انت مش منك شخص منك ناجح، انت ناجح بس لازم الرؤيه تكون هي اول شيء. فعجبتني رؤيته. اليوم فما 7 مليار من البشر على الكره الارضيه، فما تلتزم. اليوم اللي قال لك لا افتح باب ثاني، يعني حاولوا تستقطبوا ناس اخرى ما تعرفوهاش مش بس اللي تعرفوها، اكبر وسع الافاق تبعها.